تقول بات بنت وحده، تم الاستغلال بنت وحده، تضحك على بنت وحده. علاش خصنا كاملين البنات يتضحك علينا ونتقولبوا ويستغلونا باش يلاه نتعلموا الدرس؟ سلام بنات، اليوم جيت نشارك معكم علاش حليت هاد القناه، يعني من جاتني الفكره، وعلاش سميتها مجلس بيلا، وعلاش الرساله ديالي موجهه للبنت المغربيه بالضبط. بقاو معايا. في اس ان ديالي في لافاك، واحد النهار كنا كنقراو واحد المدير اللي كنقراو فيه reading comprehension، كنقراو نصوص وكنحلوهم، وكنا كنقراو واحد النص على يعني البروف كيشرح لينا كيفاش انه واحد المخطوطه كاينه في واحد الميوزيوم. الناس كيدخلوا تما المتحف وكيخلصوا شي 150 دولار غير باش يطلعوا على ورقه وحده. انا نرفع يدي وانا نقول له بروف، قال لي يس. قلت له ما كنظنش انه في هاد الوقيته ديالنا كاين اللي غيمشي للمتحف غير باش يشوف مخطوطات ويشوف الارت الفن، ومن فوق هادشي كامل يخلص 150 دولار باش يطلع على ورقه واحده ماشي مخطوطه قديمه. يعني شكون اللي غيقدر الاشياء العتيقه، الاشياء القديمه، يقدر العلم والمعرفه والكتب؟ قال لي علاش؟ قلت له حيتاش دابا في هاد الوقيته ديالنا حنايا حتى واحد ما كيبغي يقرا كتوبه، حتى واحد ما كيبغي المحتوى الزوين الهادف، كلشي كيتفرج في التفاهه، كلشي كيقرا غير التفاهه، كلشي تابع غير التفاهه. ولينا في واحد المجتمع تافه، حتى واحد ما كيبغي يقرا، حتى واحد ما كيبغي حاجه زوينه. هو يقول لي شكون قالها لك؟ قلت له ما قالها لي حتى واحد، هادشي اللي كنلاحظ انا. قال لي على اساس شنو لاحظتي هادشي؟ قلت له حيت الناس اللي شفتهم كاملين انا في المجتمع هكا دايرين، الناس اللي كنعرفهم هكا دايرين، والو حتى واحد ما كيبغي يقرا، ورقه من الكتاب كتجيهم ثقيله انهم يقراوها. كيفاش غيمشي هو حتى لاسبانيا يمشي للمتحف ويخلص الفلوس باش يقرا ورقه ماشي مخطوطه؟ قال لي شحال في عمرك؟ قلت له في عمري 20 عام. قال لي الا جينا نسولوك شحال د الناس عرفتيهم في حياتك في هاد 20 عام، يعني قدري لي. قلت له ما عرفتش. قال لي غير قدري. قلت له مثلا 2 المليون. تلاقيت من الناس من نهار خلقت حتى لدابا تلاقيت مع 2 مليون الناس. قال لي شحال كاينين ديال الناس في الدنيا زعما في الكره الارضيه؟ كاين 8 المليار ديال الناس. كيفاش انت حكمتي على الناس كاملين ما كيعرفوش يقراو ولا ما باغيينش يقراو ولا تافهين ولا whatever، غير حيتاش واحد العدد صغير شفتيهم انت في المحيط ديالك، في المجتمع ديالك، في الدوله ديالك whatever دايرين بحال هكا؟ راه ما كيعنيش ان كلشي داير بحال هكا. قال لي ما تصدقيش ان الناس شحال كيعجبهم يقراو شحال. وهاد الفكره ضربتني بحال الضوء. كيفاش انا غنحكم باللي الناس ما كيعجبهمش شي حاجه ولا كتعجبهم شي حاجه على اساس داكشي اللي شفت انا؟ يعني انا لا شفت واحد 10 ديال الناس مثلا خايبين، راه ماشي يعني ان الناس كاملين خايبين، والعكس بالعكس صحيح. دونك من هنا جاتني الفكره، بديت كنفكر. وديما كنت في الاول عندي واحد النظره، كان عندي نظره سوداويه، نظره بائسه للناس، للمجتمع. كنقول المجتمع تافه، الناس كذابين، الناس خايبين، حتى واحد ما زوين. كنشوف الناس الجحيم هو الاخر، هكا كنت كنفكر الجحيم هو الاخر، اي واحد اخر خايب ما مزيانش. كنمشي مثلا للقنوات ديال القرايه في يوتيوب، الناس اللي كيقدموا محتوى هادف، محتوى زوين، نصائح، موتيفاسيون، سيلف ديفلوبمنت، اي حاجه عندها علاقه بتطوير الذات. شوف الفيوز، كنشوف شحال ديال السبسكرايبز عند داك الشخص اللي كيقدم ديك المحتوى، كنلقى عنده الملايين بالالاف ديال المشاهده ديال السبسكرايبرز. وكنمشي كنقلب على المحتوى التافه، الشوهه، والناس اللي غير كيبيعوا العجل، وراكم عارفين شنو كنقصد بالتفاهه. كنلقى حتى هما عندهم الفيوز وعندهم سبسكرايبرز. فانا فهمت باللي ماشي الناس كاملين هكا وماشي الناس كاملين هكا، كل واحد عنده الفئه ديالو. كاين الفئه اللي كيعجبهم يقراو، كاين الفئه اللي كيعجبهم التفاهه، كاين اللي نص نص، كاين. دونك المجتمع فيه بزاف ديال الناس. حنا كنهضروا على الماجوريتي والمانوريتي، الاغلبيه والاقليه. اكيد كاين مجتمعات معينه الاغلبيه فيهم كيعجبهم التفاهه، وكاين مجتمعات معينه الاقليه فيهم اللي كتعجبهم التفاهه. وهذا الشيء هو اللي كنحدوا عليه ستاتستيكلي في الاحصائيات. سيرتو البنات كنشوفهم زعما كيخافوا، ما عندهمش شجاعه كافيه باش يهضروا، ما عندهمش شجاعه كافيه باش يدافعوا على راسهم، يدافعوا على حقوقهم. كيتعرضوا لشي مواقف ما كيقدروش يهضروا، ما يقدروش يديكلاريو، باقيين كيحشموا. عندهم بزاف د الحوايج اللي هي عاديه، عندهم عيب تمشي للكوميساريه، عيب تدخل للسبيطار، عيب تقول هذا الشخص تحرش بيا ولا تعدى لي. الشخص كيعجبني نبوشي بنادم ديما. انا داك النوع ديال الاشخاص، الا شي واحد كيطلع الجبل كيتسلق كنمشي حداه وكنبقى نقول له جو يو كان دو ات جو لايك. كنبقى شاده الانفاس ديالي معاه، كنبقى متحمسه معاه، كنبقى يعني من القلب زعما كيعجبني نبوشي. ما كرهتش بنادم زعما الا كان كيجري وعيا وبغى يوقف نمشي نشدو ونبقى نجري معاه، ولا نبقى ندفعوه، ولا يعني ندير
بالقلب والروح والجسد. لكن نحس بالسعاده انني نعطي نصيحه، نعطي هديه، نعطي اهتمام، نعطي اي حاجه، نعطي الحب، نعطي كاين الشغف ديالي هنا. يعني انا قلبت على الشغف ديالي، من بعد في فيديو اخر نعاود لكم كيفاش انا لقيت الشغف ديالي وشنو درت وشنو الخطوات اللي تبعتهم وشنو قريت وشنو، كاين هذا موضوع اخر. المهم تلاقيت مع واحد البنت، تلاقيت معها في المكتبه، كنت كنقرا، جات جلست حدايا، بقات كتهضر معايا، بقيت كنهضر معاها وهي زعما اثرت بيا، زعما قالت لي واو هادشي اللي كتقولي عندك الحق وهادي وهاني، كيفاش قدرتي زعما تكوني كتهضري عندك ثقه في النفس وكتهضري بطال. شنو السر؟ قلت لها السر هو الكتب. المعرفه كاينه في الكتب، ماشي غير في الكتب طبعا، كاين مصادر عده للمعرفه، ولكن الكتب اهمها. قلت لها الكتوبه من بين المصادر اللي تقدري تستندي عليهم باش انك تعرفي وتعلمي وتطوري الذات ديالك وعقليتك وكل شيء. قالت لي نصحيني بشي كتاب هكا، حيت الموضوع ديالنا كان متعلق بالعادات وديك الشيء. فقلت لها قراي العادات الذريه. مشيت نعست، هي الصباح بكري ناضت مشات للمكتبه، شرات داك الكتاب قرات فيه النص. فاش فقت انا وقيله مع 10 ولا ما نعرف، مشيت للمكتبه لقيتها تما، لقيتها كتقرا ديك الكتاب، قرات فيه النص ومتحمسه، وقالت لي راني قريت شنو قريت وشنو تعلمت وشنو تعلمت في هذا الكتاب ومتحمسه. زعما كان خاصها غير شي حد يقول لها، كان خاصها غير شي مرشد، غير اللي يوجهها، غير اللي يدفعها دفيعه خفيفه باش انها تفجر الذكاء ديالها. وما شاء الله زعما في واحد المده شهرين تبدلات البنت. دابا كنهضر معاها شخصيه واحده اخرى قويه. كان عندها واحد الصديق ديالها كيمونيبيليتيها، مريض نارسيستيك. مهم انا قلت لها واحد الكتاب قراي واحد اخر، وهاشنو ديري وهاشنو ديري، دارت داكشي، قرات يعني كتطبق، فهمتي، كتستاجب البنادم اللي كيوجهها ويوريها مصلحتها. صافي دارت داكشي، صافي تهنات من ديك السياد، تهنات من بنات الاصدقاء ديال السوق، ولات مقابله قرايتها. ابخي هادشي ملي شفتو بعيني I was like واو، I was so happy. كنت فرحانه بزاف انني قدرت نغيرها، قدرت نكون هي اللي غيرت راسها بطبيعه الحال. حيت لما بغيتيش تغير راه ما يقدر حتى واحد يغيرك، لا كتاب لا حتى شي حاجه في هذه الدنيا ما تقدر تغير، كيبدا من نفسك وكيجي من الداخل ديالك. ولكن زعما كان عندي واحد اللمسه في التغيير ديالها، زعما انا اللي بديت، انا اللي بوشيتها اول دفيعه وهي كملات. دونك قلت اوكي، كاين بزاف ديال الناس بحال هاد البنت هادي، كاين بزاف ديال البنات مغربيات ذكيات ما شاء الله زوينات، ولكن المجتمع للاسف والثقافه ديالنا كاين بنات بزاف بحالها. اجي علاش من هاد التغيير اللي وقع لهاد البنت، علاش ما نديروش زعما اونلاين ويقدر يفيد بزاف د البنات. الا انا غير 10 د البنات قدرت نعاونهم وتبدلوا للاحسن، ولاو احسن زعما من نهار عرفوني ولاو احسن في المستقبل، انا عندي الفضل. هذاك هو الفضل وراس المال. ما كيهمش شي حاجه اخرى، الا غير 10 د البنات، كنقول غير 10، ما ملايين ما الاف، ما حتى شي حاجه. 10 د البنات مغربيات بحال هاد البنت هادي اللي انايا شفت تغيير بعيني نيشان، ولاو بحال هاد البنت، يعني تاثروا وتغيروا وداروا داكشي. حيت شحال من واحد زعما ذكي وكيبغي يتغير وباغي، شحال من بنت باغا تكون قويه، باغا تكون كتثق في راسها، ولكن ما عرفاش كيفاش، ما عرفاش الطريقه، ما عرفاش الخطوات. يعني باغا ولكن حتى واحد ما وراها، والديها ما وراوهاش، المجتمع ما وراهاش، الناس اللي محيطين بها غير الناس السلبيين، غير الناس الخايبين، غير الناس اللي كيزيدوا طين بله. دونك انا قررت هي نكون ديك الشميعه اللي كتجي وتضوي الطريق باش بنادم يشوف الطريق، ضوي الظلام. هي ديك الشمس اللي كتسطع في الصباح من بعد واحد الليل، واحد الظلام دامس ديال الليل. هي ديك القمره اللي كتضوي ديك العتمه ديال الليل، شي حاجه اللي كتجيب الامل، اللي كتسطع وكتجيب معاها الخير والرزاق والرباح. بغيت نكون ربح لاي وحده كتفرج فيا، اي وحده كتسمع هضرتي تربح. مهم قيمه مضافه في حياتها زكاه العلم وشراكته. يعني انا قريت شي كتاب وفادني واثر فيا وبدل لي شي حاجه في حياتي، خصني نشاركو مع الناس الاخرين حتى هما يقراوه باش يبدل فيهم شي حاجه. طاحت لي شي فكره، وقع لي شي تجربه، شي قصه في حياتي انا بيرسونيل. راه القصص ديال الناس ماشي ديما للفرجه وانما للعبره، انا نعاودها والناس ياخذوا، البنات الاخرين ياخذوا العبره مني، ما يديروش نفس الخطا اللي درتو انا. يكفي انها دازت على وحده فينا، دازت على بنت وحده، تقولبات بنت وحده، تم الاستغلال بنت وحده، تضحك على بنت وحده. علاش خصنا كاملين البنات يتضحك علينا ونتقولبوا ويستغلونا باش يلاه نتعلموا الدرس؟ ماشي ضروري الدرس كنتعلموه من تجارب الاخرين. راه فاش كتقرا شي كتاب كتلقى تجربه الكاتب كاتبها لك في كتاب 50 سنه من حياته، كاتبها لك في كتاب على شكل سيره ذاتيه. راك انت كتقرا ديك الكتاب وديك التجربه حياته، ماشي باش تفرج ولا باش تمتع ولا باش تعتبر، باش ما تطيحش نفس الاخطاء اللي طاح فيهم، باش ما تطيحش نفس الحفر اللي طاحت فيهم. بحال انا مثلا مشيت في واحد الطريق، سبقت انا الاولى،
لقيت تما حفر، لقيت تما اوبستاكلز عواقب وطحت فيهم وتلاقيتهم، غندور انا عند البنات الاخرين ونقول لهم راه كاين هناك حفره ولهي حفره ولهي حفره، كاين لهي الشو كاين لهي هذا. هما ملي غادي يكونوا عارفين فاش يوصلوا لديك البلاصه راه تما حفره، اذا غيتفاداو ديك الحفره وما يطيحوش فيها. علاش ضروري انا نطيح في الحفره ونمشي وما نقولها لهمش وهما عاوتاني الاخرى تجي تطيح في الحفره وما تقولهاش؟ خصنا نشاركوا ما بيناتنا القصص ديالنا. اذا بغات تبني شي مشروع، بغات تبدا شي حاجه، دير شي رحله، خصها تزعم وخصها تتعلم كيفاش تواجه ديك المجتمع اللي ما غيخليهاش تزعم، غيحاول يطيحها، غيحاول ينقص منها، غيحاول يسبها، غيحاول يدير لها مشاكل باش توقف. ولكن خصها تتعلم كيفاش ما توقفش، تعلم كيفاش تعامل مع المواقف، مع الاشخاص اللي ماشي ديما كما كنتوقعوهم زوينين وظريفين. الناس راه كاين ناس حماق، مرض نفسيين، سامين. خصنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع هاد الناس، حيت لما عرفتيش كيفاش تتعاملي معاهم انت هي الضحيه، انت هي الفيكتيم، انت اللي غيتم الاكل ديالك. غيشدوك لحما ويرمونك عظما، هكا غادي يديروا لك. غيشدوك بصحيحتك زوينه، كتشرقي بشعرك، بطاقتك زوينه، بضحكتك، دوك شحيبه، مريضه، ضعافي، تموتي، شعرك غيطيح، تنتفي محجبانك، تنتفي نيشان. هادشي اللي كيوقع الاغلبيه. سميت القناه ديالي مجلس حيت انا بغيت نكون بحال شي جليسه هكا، ملي كنا صغار كنجلسوا هكا على الحصيره، كلشي كيهضر، شي كيعاود قصص الانبياء، شي كيعاود الخرافات، شي كيعاود الحجايات، الضحك والنشاط والحكمه والعبره. والدينا كيبقاو يعاودوا لنا راه وقع لي وطرا لي، عندك يطرا لك حتى انت بحال هكا. يعني هكا انا تخيلت القناه ديالي، ماشي قناه رسميه، قناه فيها بحال الدار، فيها الدفء ديال حب الخير والتعايش والتآزر والتآخي بحال الاخوه بيناتنا. يعني نسمع بعضياتنا، نصحوا بعضياتنا. كنتمنى نكون خفيفه على القلوب، نتمنى تفهموا الرساله ديالي كما نويت. ان شاء الله باذن الله ربي يوفقني انا نوصل الرساله كما انا النيه ديالي نوصلها، ماشي ما تفهمش شي حاجه اخرى. اللهم احلل عقده من لساني يفقه قولي. ما تنساوش ديروا سبسكرايب، كومونتير تسولوني ولا تقولوا لي نتوما واش طاحت لكم شي نهار شي فكره وما قدرتوش تطبقوها ولا اي حاجه، شاركوها معايا. ديما غنقرا لي كومونتير وغنجاوبكم. لاف يو، باي باي.